بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة يا رب العالمين. هتفطرونا ايه النهاردة؟ طاجن كبدة. وهنفطر ايه تاني؟ طاجن مكرونة زي بتاع المحلات بالظبط. تابعوا معانا وهنشوف هنعمل ايه النهاردة. هنا هنا فرمت بصلة وتومة وسبتهم يتبلوا ونزلت بالخل زي ما انتم شايفين. وطبعا حطيت الزيت، وهنا حسيت ان الزيت قليل رحت مزودة شوية زيت، يعني هعمل 3 اكياس مكرونة. هنا هنعمل ايه؟ هنعمل هننزل دلوقتي، هنا هننزل بالطماطم بتاعتي. نسيبها بقى تاخد وتدي مع بعض وتتسبك مع نفسها. اعملي الطريقة دي كأنك بتاكلي، لو عملتها جنب شوية بطاطس كأنك بتاكلي بالظبط طاجن مكرونة. هنا بعمل ايه؟ عندي كبدة بلدي قطعتها والنقع بتاعها ليمونية وشوية خل وشوية مية. طب هنا ما حطيتش ملح ليه؟ لأن الكبدة بتشرب الملح ايه وبتبقى حادقة. انا حطيت هنا ليمونة وحطيت شوية خل وشوية مية، سبتهم بالظبط 10 دقايق. كنت قطعت البصل بتاعي والكوسة بتاعتي، كان عندي كوستين فاضلين في التلاجة هسيبهم، لا قلت استغلهم، اخر بطاطستين في البيت قطعتهم برضو، والفلفل قطعته وطماطمايه كبيرة قطعتها وقطعت التوم بتاعي. هنا هسيبهم بقى ايه لما الزيت يسخن. هتلاحظوا دلوقتي ان الزيت سخن، وهننزل بالكبدة بتاعتنا. طبعا كنا غسلنا الكبدة من مكان النقع عشان ما تمررش معاكي وتطلع الحاجة زي الفل معاكي. طب هنا هنعمل ايه؟ هنا كان الزيت اهوت سخن. نزلنا بايه بقى؟ نزلنا بالكبدة بتاعتنا. احلى طريقة ممكن تعمليها بها الكبدة هي الطريقة دي. الخضار بطعم الكبدة والكبدة بطعم الخضار، وحاجة يعني عايزة اقول لكم كده فاخر من الاخر. هنا هو بوسع الخضار شوية عشان انزل بالكبدة بتاعتنا، ونزلنا بالكبدة. لازم ده شرط اساسي ان لازم تكون الزيت شايفاه يكون ساخن معاكي. طبعا هنا وهنا عملت الطاجن ده في الصينية دي بس، ما استعملتش اي اواني تانية في الطريقة دي للكبدة. طب هنا هننزل بالكمية كلها. الليمونة دي مصرة تيجي معايا بس انا ايه هشيلها. هنا خلاص كنا نزلنا بالكبدة بتاعتنا وكل حاجة خدت تشويح. ما تقلقيش، هنا لو عايزه تحطي بطاطس اللي هي بتاعه التحمير دي بتستوي بسرعه، حطي عادي، لان هي برضو ايه كل حاجه في الطاجن ده ما بتاخدش سوا. هنا كنت حاسه ان الصينيه عاوزه شويه زيت، طبعا نزلت بشويه الزيت. خلي عينك معيار للحاجه اللي قدامك، ومع الوقت هتتعلمي كل حاجه. طب هنا عملنا ايه؟ هنا بنقلب الكبده اهو، وانا ببص كده على التومه لقيتها لسه هتتلسع مني، رحت واخداها في قلب الكبده. كل حاجه بتطشطش مع بعض اهي، كل حاجة تمام إلا التومة. التومة يا اختي هتتلسعي، لأ رحنا جايبينها في قلب الكبدة، قلنا للكوسة وسعي كده شوية وجبناها في قلب الكبدة بتاعتنا. طريقة سهلة وجميلة وما بتاخدش منك لا مواعين كتير ولا وقت كتير والله، يعني 10 دقايق بالظبط تكون استوت. هنا ايه قلنا ايه؟ دخلنا بقى التومة مع الكبدة كده ووسعنا مكان التومة، نزل دخلنا بالكبدة. الصينية دي يا جماعة في حتة تانية وحاجة، يعني ايه مش محتاجة بقى فخار ولا محتاجة حاجة، هنا كل حاجة تمام التمام. هنا دلوقتي بقى نزلت بالبهارات بتاعتي، 7 بهارات وفلفل اسمر طبعا وكمون. ودي البهارات بتاعتنا بس. عايزة طبعا اللي قلت لكم القرفة مع مع اي تشويحة او مع اي تتبيلة بتبقى جميلة جدا وبتدي تست عالي جدا، يعني ايه بتخلي الحاجة في حتة تانية. انا طبعا حاطة في ال7 بهارات دي قرفة مطحونة. طبعا هنا عملنا ايه بقى؟ دخلنا كل حاجة ببعض. هنا بقى عملنا ايه؟ جبنا الكوسة على الكبدة على البطاطس على الطماطم على البصل، طبعا لان عشان كله بقى يتفاعل مع بعضه. وهننزل بالملح بتاعنا، والكبدة ما بتملحهاش كتير عشان ما تحدقش منك، لان الكبدة بتشد الملح على طول. طب هنا بنعمل ايه؟ دخلنا كل حاجة ببعض اهو،
هدي بقى عليهم يعني بعد الخطوة دي طبعا الخضار كله، الخضار اللي انت حاطاه ده بينزل مية، طبعا مش بتحطي مية خالص في الطاجن ده، انت يا دوبك بتقلبيهم وبتنزلي بدبس رمان. المفروض انا كنت احط دبس رمان في الاول، بس ايه، حطيته دلوقتي لما افتكرته. الكوسة طبعا ما بتاخدش سوا على طول، لان هي دلوقتي الكوسة دي صغيرة، والبطاطس معايا لقيت بطاطستين كانوا للقلية، رحت برضو مقطعاهم. يعني والله العظيم طعم في حتة تانية، وطاجن تحفة تحفة تحفة، وحاجة سريعة تيجي لو انتي مستعجلة ومش لاقي حاجة تعمليها، طلعي كيس الكبدة بتاعك خلاص وانزلي بيه بالطريقة دي، هيبقى أحلى فطار. جنب طحينة، جنب عيش، يعني مش عايزة تعملي المكرونة براحتك، دي حاجة ترجع لك، وحاجة ترجع اللي انتي عايزة تعملي ايه والوقت ساعفك في ايه. هنا خلاص اهو بقى بوريكم بقى المية اللي نازلة منها، بقولكوا بقى ايه، هدوا عليها. هنهدي بقى عليها خالص ونغطي عليها، شرط أساسي تهدي عليها وتغطي عليها عشان كل الخضار ينزل ميته وكل حاجة تتفاعل مع بعض وتستوي. الخضار ده طبعا ما بياخدش سوا. البطاطس انا عايزه اقول لكم ان هي بتاعه التحمير ما بتاخدش سوا، بتستوي على طول. الكوسه ما بتاخدش سوا على طول برضو، والكبده طبعا يعني ما بتاخدش سوا زي ما انتوا عارفين. هنا خلاص اهو، بوريكم اهو كانت استوت اصلا، يعني هنا ايه، قربت على السوا. يعني حاجه جميله، وحاجه يعني ايه، تخش القلب على طول، مش بتخش المعده. انا برضو هنا هوريكم، هنزل بدبس الرمان، يعني لان كنت نسيت احطه في الاول زي ما انا ايه قلت لكم. كل حاجه بقى ايه اتفاعلت مع بعض واتشوحت، وحاجه اخر تمام التمام. دي بس كانت تشويحه، كان لسه ايه ما استوتش. طب هنا عملنا ايه، نزلنا بدبس الرمان. دبس الرمان في اي تشويحه بصراحه بيديها تست عالي جدا، وبيبقى جميل جدا. عايزه تحطي على الكبده طبعا طحينه، براحتك. يعني عايزه تحطي على الطاجن ده بعد ما يخلص طحينه، يبقى تمام برضو، يبقى زي الفل. متخليش حاجة تعطلك أبدا، وتشطري وتجدعني وخشي المطبخ وطلعي أحلى طواجن وأحلى أكل. ده طاجن سريع، مش محتاج مفيهوش تكات كتير، مفيهوش أي حاجة غير ان انتي بتخرطي كل خضارك وحاجتك وبتنزلي بيهم وخلاص، انتي كده يعني ايه خلصتي. هو هنا بقى ايه المهم في الموضوع ده كله، النار. انت دلوقتي حطيت الحاجة، كل حاجة خدت تشويحة مع بعض، وطي عليهم وغطي عليهم، هتستوي أحلى سوا. طبعا هنا جبنا المية بتاعتنا عشان المكرونة، مية السليق كانت غليت، وحطيت الملح، ما بحط الزيت مع سليق المكرونة. وهنا نزلنا بنوعين مكرونة، مكرونة سباكيتي ومكرونة عادية مش صغيرة. حبة كانوا عاوزين مكرونة طويلة، وحبة كانوا عاوزين مش صغيرة، رحت ايه عاملاهم في حلة واحدة مش هنقطع نفسنا طبعا. نزلت اهو بالمكرونة. المكرونة دي أول مرة استعملها، وكانوا يعني نزلوا جابوا لنا الطلبات، جابوا لنا المكرونة دي. فكانت يعني ايه، يعني مش احلى حاجة، بس يعني ايه ماشي حالها. هنا طبعا المكرونة بتسويها نص او تلات ارباع في المية، بتسويها تلات ارباع سوا، بتسلقيها تلات ارباع سلقة، يعني بتصفيها. وهنا كانت التسبيكة اتسبكت اللي احنا نزلنا بيها في اول الفيديو، وحطيت الفلفل الاسمر وكمون، وهنزل بالملح بتاعي. هنا برضو كانت محتاجة شوية زيت، نزلت بشوية زيت عشان تبقى الحاجة مفلفلة معاكي، ومفيش حاجة تعجن معاكي، وتبقى تمام التمام. طبعا يعني الصلصة دي مقطع بشرين فيها بصل وتوم، ونزلنا عليها بشوية خل، ودي كانت الصلصة بتاعتنا بتاعت المكرونة.
تاكلي احلى طاجن. طبعا عايزه تستغني عن البصل براحتك، عايزه تستغني عن التوم براحتك. هنا احنا حطيناهم الاتنين. هنا كانت المكرونه بتاعتنا اتسلقت ونزلنا بيها على طول. كنا ظبطنا الملح بتاعنا والبهارات ونزلنا بيها على طول على التسبيك. أكلة خفيفة وأكلة جميلة وسريعة ومش تاخد منك وقت. اتأخرتي في الأكل هتعمليها على طول. طبعا يعني مش لازم تعملي كبدة بلدي، بس الأفضل تكون بلدي. واعملي كبدة مستوردة براحتك، بس طبعا الكبدة المستوردة بتنقعيها سنة ملح سنة سكر. ده النقع بتاعها سنة ملح سنة سكر ليمونة شوية خل وطماطماية وتسيبيهم مع نفسهم. عايزة تحطي شوية طحينة عليهم براحتك. في ناس بتنقع الكبدة في طحينة، وفي ناس بتنقعها في لبن. يعني ليها كام طريقة في النقع. المستوردة أمور الكبدة البلدي مش محتاجة نقع. ده كان الطبق بتاعنا النهاردة، ويا رب نكون أفدناكم بحاجة حتى لو بسيطة. يا رب دايما يكون خفيف على قلبكم. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة عشان نكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.